طيب قبل ما ننهي هذه الحلقه عندي واحد الرساله للسيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمغرب على اثر الفيديو اللي نشروا مؤخرا هذاك المدعو بالشيخ ابو النعيم اللي كتشوفوه على الصوره. واحد الفيديو اللي كيسب فيه شرفاء هذا الوطن وما خلى ما قال من السبان والى اخره، وحتى انا شخصيا ما خلى ما قال فيا. على اي واحد الفيديو كيدعو فيه الكراهيه وكيدعو فيه الحقد والتحريض والتكفير، ولكن انا ما غاديش نتكلم على راسي. اللي ازعجني اكثر وهو بعض الكلمات اللي قالها في حق ايضا مره اخرى، ما عرفتش شنو مالهم هاد الناس مع اليهود المغاربه، اللي قال في حقهم انهم حفدات القرده والخنازير واخس خلق الله. هذا السيد هذا مغربي كيتكلم في هاد اليهود المغاربه. انا ما غاديش نتكلم على راسي ولو انه قال شي حوايج اللي ولا انا شخصيا انا غادي نتابعه قضائيا، ماشي مشكل، بيني وبينه المحكمه. اللي بقى فيها انه هاد النعوتات هاد الخطاب التحريضي ديال الكراهيه في هذا الوقيته بالذات ملي كيسب اليهود المغاربه كيقول لهم حفدات القرده والخنازير. طيب انا علاش كنقول هذا الشيء؟ لانه يلا هذه واحد الشهر جلاله الملك محمد السادس دار واحد الخطاب وقال بانه خصنا نحاربوا التطرف وخصنا نحاربوا هذا الخطاب التكفيري وخصنا نحاربوا الارهاب وخصنا نحاربوا امثال هاد الناس هادو اللي كينشروا الكراهيه في المجتمع ديالنا المغربي وكينشروا التكفير، واحد الفكر غريب علينا. فكنا كننتظروا من بور هذا الخطاب الملكي، الخطاب الملكي اللي لقى واحد الصدى كبير في العالم، يعني رؤساء ديال دول العظمى كانوا كيشيدوا بالخطاب ديال الملك، ولكن في المغرب ولا شيء، وكانه ما كاينش خطاب، وكانه الملك ما نعرفش وشنو قال. فالملك اللي كيقول لنا نحاربوا التطرف، في المقابل كتشوف المؤسسات ديال البلاد الحكومه ما كاينش اللي يتحرك. يعني مور هذا الفيديو اللي عملوا هذا ما يسمى بالشيخ هذا ابو النعيم، كنا كننتظروا انه وزير العدل يحرك المتابعه القضائيه ضد هذا الشخص، لانه من كيبقى ينشر هذا الفكر هذا خطر على المجتمع، لانه كيهدد السلم الاجتماعي، كيهدد التعايش السلمي، ضد الخطاب الملكي، ضد القوانين ديال البلاد. فمن يعني من الطبيعي يعني لا لوجيك كان خص الحكومه انها تندد، تخرج ببيان تقول هذا الشيء اللي كيقول هذا الشيخ هذا اللي كيسميوه شيخ التكفير وشيخ الكراهيه ابو النعيم، خص الحكومه تتبرأ من هذا الخطاب. حنا كما كنقولوا الخطاب ديالنا في العالم انه احنا بلد التعايش السلمي، بلد السلام، كنحاربوا التطرف كما قال الملك، ولكن في الواقع ما كانش شي حاجه اللي كتحرك. فكنا كنتظروا الى الحكومه ما دارت باين على الاقل وزير العدل يحرك المتابعه القضائيه لانه هو الرئيس ديال النيابه العامه، ولكن السيد مصطفى الرميد ما تحركش. هذا الشيء اللي كيخلينا نطرحوا تساؤلات. علاش مصطفى الرميد وزير العدل؟ واش حيت منتمي هو لحزب العداله والتنميه؟ انا غير كنطرح اسئله. واش حيت هو منتمي لحزب العداله والتنميه كيقول لك انا مرجعيه اسلاميه، مي كيشوف شي ناس بحال هاد ما يسمى بالشيوخ صحاب الحياه اللي تاهما كينتميو لواحد المرجعيه اسلاميه ديالهم غير بوحدهم، فكي يغض البصر، ما كيبغيش يشوف، ما كيبغيش يحرك المتابعه باش ما يضايقهمش، باش ما يقولوش بانما يعني اسلامي مع اسلامي. الله اعلم. انا كنطرح اسئله. علاش سي مصطفى الرميد ما كيحركش هذه المتابعه؟ لانه واش حنا مقبلين يعني على انتخابات تشريعيه؟ واش خايف يفقد الاصوات؟ الله اعلم. انا يعني كنحاول نفهم. ثانيا اللي كنتاسف انه للاسف عندنا واحد الملك غادي بواحد خطه الطريق، والخطاب ديالو واضح والفعل ديالو واضح ضد التطرف، ضد الارهاب، ضد بحال هاد ما يسمون بالشيوخ، ضد الخطاب التحريضي والتكفيري الى اخره. ولكن نورمالمون من بعد الخطاب ديال الملك كنا كننتظروا انه الدوله كامله تتحرك، لان الملك يعطي خارطه الطريق، الملك رئيس الدوله. فمباشره بعد الخطاب اللي كيقول لك حنا خصنا نحاربوا التطرف، نورمالمون خص الحكومه تتحرك، ووزاره العدل ايضا تتابع الناس اللي بحال هادو كيحرضوا على اليهود ويحرضوا على المواطنين الديمقراطيين ونشطاء امازيغيين ومؤسسات اعلاميه باش يصفيوا البلاد وفعلا يبينوا للعالم بانه احنا بلد السلم وضد الخطاب المتطرف. ولكن للاسف غادي نقولها واخا ما يعجبهمش الحال، الملك في جهه
والمجتمع في جهه اخرى، وخاصه هذه الحكومه. ملي كنقول الحكومه ماشي غير العداله والتنميه، حتى حزب التجمع الوطني الاحرار، حتى حزب الحركه الشعبيه، حتى حزب التقدم والاشتراكيه، لانه الا يمكن السي مصطفى الرميد ما بغاش يتحرك لاسباب سياسيه ولا انتخابويه، فكنت كننتظر من الناس الاخرين اللي مسكين هذه الحكومه ينوضوا يتحركوا معه. ولكن للاسف بحال الا ولات عندنا واحد العقليه ديال الخمول، واحد العقليه ديال معليش غير خليه، ايوا هذا حمق، ولكن هذا حمق والاخر حمق، فغادي يردوا لنا المجتمع احمق. وشنو كانوا كينتظروا؟ الملك يدير الخطاب، هو ينوض الملك عاود غدا يدير المتابعه، يحرك المتابعه القضائيه، وعاود الملك يمشي يدير محاضرات ضد التطرف، والملك يمشي للاعلام باش يحسس المواطنين على خطوره هاد الشيوخ التكفيريين. واش الملك بغيتوا يديروا كل شيء؟ وانتم وشنو كديروا؟ انتم وزراء، انتم مسؤولين، انتم الى اخره، لاش كتصلحوا؟ هذا كيبين لنا بانه للاسف الخطاب ديال الملك في جهه والحكومه في جهه اخرى، وهذا هو اللي كيخلي الدول خاصه المنظمات الدوليه والدول الاجنبيه ما كيتيقوش للاسف في هذه الحكومه، وما كيتيقوش في المغرب بصفه عامه، لانه الخطاب كما قلنا في جهه، ولكن الفعل لاكسيون العمل في جهه اخرى. غادي نخليكم تشوفوا فيديو اخير اللي غادي يعطيكم صوره على هذا الشيء اللي كنقول لكم. واحد المقطع بالنشره الاخباريه الاخيره ديال ار تي ال تي في هنا في بلجيكا، لو جروب ار تي ال، جروب يعني اعلامي كبير في اوروبا، على القضيه ديال القباج. وغادي تما كتفهموا علاش كنقول لكم هذا الكلام. في هذاك النشره يعني في لو جي تي ديالهم في هذا الروبورتاج كيبديو يعني كيفهمونا حنايا بطريقه غير مباشره، كيقول لكم انتم كتهضروا ولكن ايش شافوا، ولكن في العمل ما كاين والو، الى درجه انهم حرجوا حتى الملك، وانهم يعني اثروا يعني سلبا بحال هاد الممارسات ديال وزير العدل والحريات كتاثر سلبا على الخطاب الملكي وعلى السياسه المغربيه وعلى الدبلوماسيه المغربيه. في هذاك الروبورتاج كيبينوا كيقول لك هو الخطاب الملكي قال هكا، ولكن انتم من رشحتوا القباج فهرستوا كاع هذاك الشيء اللي بغى يقولوا الملك. غادي نخليكم مع بها غادي ننهيو هذه الحلقه. وحاجه اخيره كنقول السي مصطفى الرميد، الله يخليك تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك التاريخيه، لان التاريخ هو اللي غادي يحاسبك. انت بهذا عدم متابعتك القضائيه لهذا ما يسمى بالشيخ ابو النعم، انت بحال اللي كتحميه. انا ما كنجزمش، ولكن هذه هي الرساله اللي كتوصلنا، انك كتحمي هاد المتطرفين. علاش كتحميهم؟ واش لاسباب انتخابيه؟ واش لانهم عندهم حتى هما كيسموا راسهم مرجعيه اسلاميه؟ خاطر انهم كيقول لك باسم الاسلام كيكفر الناس مواطنين المغاربه، باسم الاسلام كينعت اليهود المغاربه المواطنين المغاربه بالقرده والخنازير، وانت كتفرج السي مصطفى الرميد، فتحمل مسؤوليتك الله يخليك. Maroc est monté au créneau durant le mois d'août en appelant les Marocains vivant à l'étranger à prôner un islam tolérant. Ils sont 5 millions, dont près de 500 000 en Belgique. Un message relayé par le ministre en charge des Marocains résidant à l'étranger qu'ont rencontré Dominique Demoulin et Steve Daman. C'était une première historique. Le 21 août dernier, le roi du Maroc appelle musulmans, chrétiens et juifs à dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi. À Bruxelles, ce message est relayé par le ministre chargé des Marocains à l'étranger. Le terrorisme est notre ennemi à nous tous. Et Sa Majesté l'a très bien dit lors du discours du 20 août. Et il a déconstruit le discours djihadiste. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Leur place est en enfer. Alors, quand nous lui montrons cette vidéo d'un candidat aux élections d'octobre appelant à l'extermination des Juifs, le ministre reste quasiment sans voix. Moi, je viens de découvrir ça. Je ne peux pas réagir tout de suite, mais en tous les cas, ça ne représente pas le sentiment de tous les Marocains.